قص المنتخب المغربي تاريخ مشاركته المونديالية عام 70 بالمكسيك، حيث رفع العلم المغربي لأول مرة، وفيها كان التأكيد أنها لن تكون الأخيرة. أما قمة العطاء فسجلت عام 1986 حيث انتصر أسود الأطلس على البرتغال، وفي 94 بالولايات المتحدة الأمريكية كثالث حضور رسمي. لكن زائر الأسود لم يسمع دويه إلا في المشاركة الرابعة بفرنسا عام 98، حيث خرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس بأداء صفق له الجميع. وبعد انتظار دام 20 سنة حضر المنتخب المغربي بروسيا عام 2018، وفيها كانت بداية التألق. أما في قطر 2022 فالأسود على موعد مع كتابة تاريخ جديد، حيث سيواجهون في المواجهة الأولى المنتخب الكرواتي باستاد البيت، فيما ثاني المواجهات أمام بلجيكا، وآخرها في دور المجموعات أمام كندا. بالتوفيق لأسود الأطلس في المحفل الدولي للوصول لأبعد نقطة. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وبان لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، واهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل لنا جداد، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والانستغرام.